السلام عليكم. لا صوت يعلو فوق صوت درب القاهرة. بعد أقل من 24 ساعة يلتقي الزمالك الملكي مع النادي الأهلي في الجولة الثامنة من دوري نايل 24-25. مباراة قمة تاريخية، الديربي الأعرق والأقدم على مستوى التاريخ الإفريقي والعربي من حيث الدربيات الكبرى والدربيات المهمة. كلنا طبعا بنتمنى الفوز لنادي الزمالك والتوفيق في هذه المباراة الصعبة. دايما في آخر 4 سنين فاتوا كان دايما الزمالك بيدخل يا إما منقوص العدد، يا إما مركزه متأخر، يا إما فريقه مش كامل، يا إما ما عندوش سكواد كامل. لكن المرة دي بالذات الزمالك كامل العدد. فعلا أول مرة نشوف الزمالك في الإعداد الأخير مكتمل العدد، لدرجة إن أنت بتقارن ما بين لاعب كويس ولاعب أحسن منه، لاعب عالي مع لاعب أعلى منه. ودي من مميزات الفريق دايما البطل اللي بيستطيع دايما إن هو يحسم المباريات الكبرى لصالحه. ولكن كلنا عارفين وعشنا وبنعيش ولسه هنعيش ومتأكدين إن مباريات القمة بالذات ملهاش أي معيار سابق بمستوى أي فريق، وخير دليل على ذلك الذكرى السنوية اللي كانت أمس لسوبر القرن بين الزمالك والأهلي الموسم الماضي. شوف الزمالك كان فريقه عامل إزاي، سكواده كان إزاي، والأهلي كان إزاي. كانت الناس بتقول لك الزمالك ما يسافرش، الزمالك مش هيجيب ضربة ركنية. وسبحان الله دائما الكرة تعطي من يستحق. الفريق اللي بيلعب، الفريق اللي بينزل يصدق نفسه، الفريق اللي بيآمن بموهبته واللاعب. المباراة دي يا جماعة بتبقى مباريات لاعبين، يعني ما كانش حد يتوقع ان ناصر منسي ينزل يجيب جون من اول لمسة مثلا. فالفكرة كلها بتقول ايه؟ هذه المباراة خارج جميع التوقعات. اي حد يتوقع ويقول ويجزم ان الفريق الزمالك هيكسب او الاهلي هيكسب، ده يبقى راجل ما هواش بيعرف او لسه او ما درسش التاريخ الرياضي بخصوص مباريات القمة دائما ما بين الاهلي والزمالك. لذلك وجب علينا التنبيه والتنويه. رسالة الى نجوم نادي الزمالك الذي سيرتدون هذا التيشيرت غدا ان شاء الله. 11 لاعب، 11 مقاتل، 11 اسد في قلب الملعب. كلنا بنثق فيكم، كلنا عارفين ان انتوا لكم فلوس متاخره، لكم مستحقات، لكم. وعلى العكس الفريق اللي هتلعبوه فلوسه نازله مقدم عقد لاعب واحد ممكن يكون بعقود اللعيبه كلها في الفريق، وكل ده احنا عارفينه ومصدقينه. بس معلش استحملونا بكره بس، استحملونا بكره بس. انزلوا شيلوا من دماغكم اي امور تانية غير الكوره. 90 دقيقه وسط الميدان، 11 راجل، 11 مقاتل، نستطيع ان احنا نكسب وفارق كمان هدف واثنين وثلاثة، لان احنا عندنا من القوام ومن الموهبة ومن اللعيبة اللي تستطيع فعلا ان هي تهزم الاهلي 1 و2 و3. عندنا خط هجومي امامي مرعب مرعب. خوان بيزيرا، ادم قايد على اليسار او شيكو بنزا، وطبعا في النص سترايكر علي الدباغ، تحت منهم ناصر ماهر من احسن اللعيبه المحوريه اللي بتلعب ما بين الخطوط، تحت منه عبد الله السعيد، لاعب عجزت الاقلام ان تحلل هذا اللاعب بهذا الفكر في هذا السن. اداء ولا اروع. تحت من عبد الله السعيد احسن 6 في مصر نبيل عماد دونجا. على الطرفين الخلفيين عمر جابر صاحب الاسيست بتاع الهدف الاسطوري بتاع ناصر منسي، ومحمود بن طايق من اللاعيبه اللي بتطلع على طول وبتهاجم، وعندها برضو من الملكه ومن القدره ان هي تلعب ماتشات كبيره. تحت طبعا عندنا محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، وراهم محمد صبحي اللي بيلعب برجليه وبيعمل دريبلينج حلو جدا بالكوره. فاذا انت عندك قوام كامل ومكتمل. طبعا البدائل اوراق بره رابحه، زي احمد حمدي، زي احمد فتوح، زي صلاح الدين مصدق، زي احمد شريف، زي عمرو ناصر، حتى لو دخل طبعا زي ناصر منسي الاسطوره. فاذا لاول مره الزمالك يكون مكتمل الصفوف وكامل العدد. كل الامور متظبطه،
ومهيئه ان احنا ان شاء رب العالمين نستطيع ان نكسب هذه المباراه، لان المباراه دي مش ب3 بونت بس، انا شايف ان المباراه دي ب9 بونت مش ب6 بونت، لان انت هتوقع المنافس، هتبعده عن المنافسه. على فكره الاهلي في المركز الثامن، يعني داخل يلعبك المركز الاول بيلعب المركز الثامن. لو قدرت او استطعت ان انت تفوز على الاهلي بكره، عن الماتش ده يبقى يعتبر ب9 بونت. ليه 9 بونت؟ لان انت طلعت 3 بونت، الاهلي وقع 3 بونت، وفي نفس الوقت في 3 بونت تانيين هقسمهم على اوضه اللبس اللي هتنفجر، عن الاداره اللي فيها مشاكل، حاجات كتيره جدا جدا. لو الزمالك استطاع ان هو يكسب الاهلي بكره، هيبقى في عده مكاسب معنويه وعمليه وفعليه. لذلك هذه المباراه انا بعتبرها عنق زجاجه، ومباراه حاسمه في مصير نادي الزمالك هذا الموسم لاسترداد اللقب والعودة إلى 100 عقبة بأغلى 3 نقاط هذا الموسم. كل التوفيق وكل الدعم المطلق الغير مشروط لفريق نادي الزمالك غدا إن شاء الله. تحياتي.